وذكر ضابط التقديم في قوله: مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. فالذي يحمل على تقديم شيء على شيء حاجة العبد إليه في عبادته لله سبحانه وتعالى. فلو قدر أن أحدا انتبه إلى حاجته للعلم فصار بين درسين، أحدهما في علم العربية والآخر في علم الفقه مما يشرح فيه الوضوء والغسل والصلاة، فالذي هو أولى به أي العلمين؟ أيهما؟ الثاني، لحاجته إليه في قيام عبودية لله سبحانه وتعالى، فيقدم العبد من العلوم ما يحتاج إليه في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولما ضعف هذا الأصل في الناس صرت ترى طالب علم طلب العلم مدة طويلة، فإذا سألته: ماذا قرأت ودرست من كتب الأذكار على المشايخ؟ قال: ما قرأت على المشايخ. قال: لماذا؟ قال: الأذكار الحمد لله الأذكار سهلة ما تحتاج مشايخ. فإذا سألته مسألة في مسائل الأذكار، مسألة من مسائل الأذكار، قلت له: أنا سافرت الآن وجمعت بين صلاة المغرب والعشاء، فالآن أذكار صلاة المغرب آتي بها بعد المغرب ولا آتي بها بعد العشاء؟ فآتي بأذكار المغرب والعشاء، هل أفصل بين الصلاتين في الجمع بأني آتي بأذكار المغرب ثم بعد ذلك آتي بأذكار العشاء، أو لا أفصل بينهما وأجمع وآتي بأذكار المغرب ثم بعد أذكار العشاء؟ قال: والله هذه ما أدري عنها، بس الظاهر والله أعلم أنك إن شاء الله الأمر سهل. هذا مسهل من كيسه، هذا هو لأنه ما تفقه في الأذكار وما عرف مسائل الأذكار، يقول الأمر سهل كلها أذكار، وصحيح كلها أذكار لكن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. فتجد طالب العلم يطلب العلم مدة ولم يدرس علم الأذكار، ويطلب العلم مدة ولم يدرس علم الآداب. علم الآداب ما درس فيه أي متن، هذا مو طلب علم، لأن الأذكار والآداب من أعظم ما تحقق وظائف العبودية لله بعد توحيد الله وما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة. من أشد ما يلزم العبد أدبه وذكره ربه، فإذا كان ما درسها ولا تعلمها ولا رفع إليه راسا، أين تقديم الأهم فالمهم؟ بل غفلة عن المهمات، وهذا هو الذي وقع. تجد طالب العلم يغفل عن المهمات اللازمة له وينشغل بأمور لا ينتفع بها كثيرا. تجد طالب العلم يدرس العقيدة الواسطية لأول مرة، يدرس المعتقد، ثم في المسائل يتكلم له معلمه عن قول الخوارج وقول المعتزلة ويحفظ هذه الأقوال، وهو ما حفظ ماذا يقول إذا أكل وماذا يقول إذا شرب وإذا بدأ الطعام وإذا ختم الطعام، لا يعرف هذه المسائل. هذا كله من تضييع المهم والانشغال بغير المهم. فطالب العلم ينبغي له أن يعرف أن المقصود من العلم هو قيامك بوظائف العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما تقول عند الطعام بسم الله هذه عبودية، عندما تقول الحمد لله هذه عبودية، عندما تعرف الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمد بعد نهاية الطعام هذه عبودية. أنت أشرف مقاما وأعلى رتبة من إنسان لا يعرف ما يقال بعد الطعام، أو لا يعرف أنه يقول إلا الحمد لله، ولا يعرف هل هذا يقال عند كل أكلة يأكلها ولا عند اختتام الطعام. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على المهمات ويقدم المهم.